مفيش حد بيصحى من نومه الصبح كده يمسك موبايله ويكتب على الفيسبوك: صباح الخير، أنا النهاردة استلفت فلوس عشان أكمل قسط حاجة في بيتي. ولا في حد برضه بيكتب ويقول: صباح الخير، أنا النهاردة لفيت على 5 دكتور عشان تعبان ومحتاج عملية والدنيا معايا صعبة. ولا حد بيكتب قايمة الحاجات اللي منغصة عليه حياته. معظم الناس بتعتبر الميديا ديت وسيلة لتخفيف الضغط. بيصحى من النوم يحط صورة حلوة ليه عشان انت ترد وتقول له: الله، الصورة حلوة قوي، فساعتها ترفع من روحه المعنوية. او يكتب اي حاجة عن افكاره ومشاعره او بيفضفض شوية. انت عارف ان من الخلل اللي انت تفتكر ان حياة الشخص ديت هي اللي موجودة على الميديا وتفضل بقى عايش في الوهم ده ان انا الوحيد اللي عايش تعيس في العالم ده. كل العالم بقوا سعداء ومزقططين. الحياة هتفضل هي الحياة، فيها الحلو وفيها المر، وكلنا حكايات جوه بعضها مش حكاية واحدة. الحيطان مدارية حكايات كتير جواها ومحدش يعرف عنها حاجة. الناس بتحب تحكي عن أي حاجة حلوة على الميديا ومحدش بيحكي عن خيبته. الخيبة مش بتتحكي، الخيبة بتتدار.